بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في حياة الإنسان ثوابت ومتغيرات، وفي حياته قضايا مصيرية وقضايا عرضية، وأنا أرى أن شيئين في حياة الإنسان هما زوجته وعمله ألصق شيء به، أما الأشياء الأخرى تبدل وتغير ولا ضير عليه. فحينما يختار الإنسان زوجة صالحة يسعد بها وتسعد به، ويكون هذا الزواج مباركاً يمتد أمداً طويلاً وينتج عنه نسل صالح. أما حينما يسيء الزوج اختيار زوجته أو العكس، يكون هذا الزواج مخفقاً، وبالتالي يدفع الثمن الصغار يشردون ويضيعون بين أب مطلق وأم مطلقة. لكنني أنوه هنا إلى أن الإنسان حينما يؤمن في وقت مبكر يشكل حياته تشكيلا صحيحا، أما حينما يؤمن في وقت متأخر يكون قد شكل حياته تشكيلا غير صحيح. فلذلك من أدق نجاحات الإنسان حسن اختيار زوجته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة بأنها تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إذا أمرها. وفي بعض الآثار أنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، أي لجمالها فقط، ولم يعبأ بأخلاقها ولا بدينها. ومن تزوج المرأة لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة. فعليك بذات الدين تربت يداك. الحقيقة أن المؤمن حينما يختار مؤمنة يسعد بها وتسعد به السبب في سبب علمي. أنا أتوافق مع أخي أو مع صديقي أو مع شريكي أو مع جاري أو مع زميلي أو مع زوجتي بقدر النقاط المشتركة بيننا. لو أننا طرحنا على إنسان 1000 سؤال وأخذنا منه 1000 جواب، وطرحنا على آخر 1000 سؤال وأخذنا منه 1000 جواب، عدد الإجابات المتوافقة كلما كثرت كان الحب والود والتفاهم والألفة بينهما أشد. قضية علمية. فالذي يؤمن بالله حينما يقترن بمؤمنة يسعد بها، الصادق يسعد بالصادقة، المستقيم يسعد بالمستقيمة، العفيف يسعد بالعفيفة. فلذلك أنا أعد سوء اختيار الزوجة جريمة في حق الطرفين. لذلك قال تعالى: الطيبون للطيبات. وقد يفهم الناس هذه الآية فهما غير صحيح، يظنونها أمرا تكوينيا، أي قضاء وقدرا. هي في الحقيقة أمر تكليفي، لكن حينما يعدل القرآن عن الصيغة الإنشائية إلى الصيغة الخبرية فلعلة بلاغية عالية جدا. يعني يا عبادي احرصوا أن يكون الطيبون للطيبات. والأب الذي يدهش بمال خاطب أو ببيته أو بمركبته ولا يعبأ بدينه، وابنته مؤمنة طاهرة عفيفة حافظة لكتاب الله عز وجل، إن أعطى هذه الفتاة لهذا الشارد التائه الغني يكون قد أجرم في حقها. أنا أرى أن أعظم قرار مسعد في حياة الإنسان حسن اختيار زوجته، وأن أعظم قرار مسعد في حياة الزوجة هي قبولها لزوج صالح. يقولون: زوج ابنتك للمؤمن، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. لذلك أعظم شيء في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، فكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. زواج هذا شأنه مستحيل أن ينفصل. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، الكون يعني،
ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أستاذ عبد الحليم، الرجل يسكن إلى زوجته لأنه يكمل نقصه العاطفي بها، والمرأة تسكن إلى زوجها لأنها تكمل نقصها القيادي به، هما متكاملان. وهذا الزواج الذي أراده الله الإسلامي فيه خصيصة دقيقة، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. في ملمح دقيق بكلمة مودة وبكلمة رحمة. فالمودة سلوك يعبر به عن الحب، الابتسامة مودة، والهدية مودة، والاعتذار مودة. لكن الرحمة شيء آخر. فإذا كان الزوج ملء طموح زوجته يحقق مصالحها من هذا الزواج، وسيم الشكل، غني، كريم، متعلم، مثقف، وإن كانت الزوجة ضمن طموح زوجها جميلة ذات نسب وحسب وثقافة وأدب وعلم، تتحقق المصالح بهذا الزواج. لكن الحياة فيها متاعب وفيها ابتلاءات، قد يفتقر الزوج، تعطلت مصلحة الزوجة بافتقاره، تأتي الرحمة محل المودة. قد تصاب المرأة بمرض عضال، تتعطل مصلحة الزوج بهذه الزوجة، تأتي الرحمة محل المودة. فلذلك الآية الكريمة دقيقة جدا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. امرأته تشعر كما يشعر، تحب كما يحب، تسمو كما يسمو، ترقى كما يرقى، تؤمن كما يؤمن، تكفر كما يكفر. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله أنا أرى أن الحب الصاعق سريعا ما يتلاشى، وقد قالوا لو أن روميو تزوج جولييت لطلقها. لكن الحب الذي يتنامى هو حب المؤمن للمؤمنة، يتنامى. نعم. في الأعم الأغلب أن الحب الصاعق هو حب مادي، حب جنسي. فأنا أرى أن الحب حينما يبنى على قيم ومبادئ ثابتة، هذا الحب يتنامى. وكأن الخط البياني للزواج الذي أساسه الإيمان أنه صاعد، وكأن الخط البياني للزواج الذي أساسه الإعجاب الشكلي في مسار هابط. فلذلك الحب بالمعنى المألوف هو الحب الصاعق، حب الإعجاب بالشكل فقط. هذا الحب سريعا ما يتلاشى.